فعلا مثل ما كنت شاكة. كان عم يحط لي شي بالقهوة حتى ينيمني. هو بالعادة بيشرب أرجيلة معي، بس هداك الوقت بطل يشرب معي. أنا مو أول مرة بشرب أرجيلة حتى إني دوخ وراسي نمل. من هون حسيت عم يحط لي شي بالأرجيلة وبالقهوة. هون حس إنه أنا حاسة. بطل يحط لي شي، ولكن فيما بعد صارت تجيني اتصالات غريبة من شخص مجهول. هو عمل فيني لعبة، هو يأثر علي بالبيت، نتقاتل وضرب وقتال حتى أرضى أحكي مع غيره. مو هو باعت لي شخص كرمال يحكي معي، وأنا دائما صده لهذا الشخص وما أرضى أحكي معه. هو فكره حرب نفسية، يعني هو من عنده ضرب وقتل وأنا ميل لأني أحكي مع شخص غيره. بس أنا لا تربايتي ولا عاداتي ولا أبوي رباني إني أخون. أنا هون شلت رقم الزلمة وعطيته لأبوي. كنت عندهم بالصدفة وشافني متضايقة وقلت له هيك 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 عم يصير معي. هون أخذ رقم الزلمة وحكى معه فعلا أبي، ومتفق هو وجوزي كرمال هو يطبقني وأنا على أساس أجي معه، وفيما بعد يكشفني وأطلع أنا الخاينة، أو يلقط لي صورة أو يحاول يعمل شي حرام يا لطيف ويمسكوا علي. هون أنا ما صدقت، وأبي كمان ما صدق. أبي قال له للزلمة بتواجهه لصهري؟ الزلمة قال له والله يا عمي أنا عندي عيلة وما برضى أذيكم، بس صهرك هو اللي هيك بده ياني أعمل. قال له بواجهه وبجي معك. أنا هون كان عندي أمل، قلت له لأبي أول شي خلينا نروح على البيت نحكي مع جوزي، بدي حاول شوف بتليفونه بلكي لاقي نمرة هذا الزلمة أو ما لاقيه، وبلكي الزلمة عم يكذب. رحنا على البيت أنا وأبي، وخليت بنتي تاخد التليفون من أبوها، ورحت دورت على نمرة الزلمة بتليفون جوزي. فعلا بلاقي نمرته للزلمة. هون ما بصدق عيوني، هجمت بكل قوتي عليه على الغرفة، وصرت قله ليش شو السبب اللي كان بدك تعمل فيني هيك؟ أنا مرتك أم ولادك. شو الشي اللي خلاك توصل إنك تشك فيني؟ ولا الشك اللي لعب في راسك؟ أبي قام ضربه وأخدني وضلينا طالعين من البيت. لا أهله رضوا ولا أهلي حتى مصدقين اللي صار. هو قال فعلا أنا اللي باعت الزلمة واعترف، بس كان عم يقول أنا كنت عم جرب مرتي. كيف كان عم يجربني وكان بده يصورني معه لهالدرجة؟ التجربة كتير قليلة. يعني عن جد أنا مو عارفانة كيف بدي أوصف لكم شعوري. أنا بالوقت الحالي بركت عن بيت أهلي، وأكيد ما عدت أفكر بالرجعة، ولو أنا فكرت أبي مستحيل يخليني.